كل مرة باعمل الجلاش فيها بنفس الطريقة بيخلص في نفس اليوم، محشي بالمكسرات ومن جماله وشياكته وحلاوة طعمه ضيوفي دايما بيسألوني عليه. حط لايك للوصفة وهاتيلي أي مكسرات متاحة عندك. أنا حطيت فول سوداني وشوية لوز صغيرين كانوا عندي، أي مكسرات متاحة عندك وحابة تحطيها حطيها. بحطها في كيس وبخبط عليها كده بالشاكوش بتاع البفتيك علشان أنا عاوزاها مجروشة. طبعا تقدري تحطيها في مطحنة الخلاط وتدي لها ضربتين تلاتة كده لحد ما تبقى معاكي مجروشة كده، مش خشنة ومش ناعمة. حطيت عليها شوية جوز هند وممكن كمان تحطي عليها زبيب لو تحبي. جبت الجلاش، دي أول لفة أنا استخدمت في الصينية اللي عملتها معاكم في أول الفيديو كيلو جلاش، يعني لفتين 2 جلاش. باجيب الجلاش وأهم حاجة تحافظي عليه دايمًا إنه يكون في فوطة علشان ما ينشفش. دي أول طريقة للفة الجلاش، خدت ورقة أو ممكن ورقتين 2 وبتورقي ما بينهم كده بمسحة سمنة، وبعد كده باحط بقى شوية مكسرات زي ما أنتم شايفين كده على الورقة موزعاها. وباجيب أي شوب ستيك عندي من بتاعة الشيش طاووق أو الشوب ستيك بتاع الأكل الآسيوي، وبابتدي إن أنا ألفه وبعد كده باضغط عليه من الأطراف بيكشكش معايا بالشكل ده. بس كل قطعة باعملها بالطريقة دي بتطلّع صباع جلاش واحد بس. في طريقة تانية بقى هتطلّع لِك 3 مرّة واحدة، إنِّك تاخدي ورقة أو ورقتين 2 من الجلاش برضه براحتك. أنا باحب أعملها ورقتين 2 علشان تبقى أخف ودهنة السمنة بتبقى أقل، ممكن تورّقي ما بينهم من جوّه أو تدهني بس دهنة كده للطبقة الأولانية. باخد شوية مكسرات كويسين باحطهم بعد الطرف بشوية وباوزّعهم بالطريقة دي. وباجيب السيخ بتاع الشوي بتاع فرن البوتاجاز ده موجود عندنا كلنا في بيوتنا، أو ممكن تجيبي أي عصاية خشب تكون رفيّعة وتلفّيها بالفويل أو بالستريتش وتستخدميها. ممكن تحطّي 2 شوب ستيك جنب بعض وتطوّليهم علشان يكفّوا لفة الجلاش كاملة. براحتك اللي موجود عندِك، برضه لفّيتها بنفس الطريقة وضغطت عليها وكشكشتها ورصّيتهم كلّهم في صاج فرن، الصاج ده مقاس 30 في 40، أخد منّي كيلو جلاش. أنا ما دهنتش الصاج أي حاجة خالص لإني لسه هاسقسقها بالسمنة، بس باقطّعها كده بسكينة للقطع اللي أنا عاوزاها قبل ما أسقيها بالسمنة وقبل ما أدخّلها الفرن. جِبت بعد كده نُص كوباية من السمنة البلدي مدوّباها وابتديت أدهن بالفرشة كده، بس توصّي بالسمنة شوية علشان إحنا مش مورّقين من جوّه، فعاوزين السمنة توصل للجلاش كلّه. بادخّله فرن مسخّن مسبقًا على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني بياخد 25 دقيقة. بعد كده باولّع الشواية 5 دقايق لحد ما يلوّن من فوق، وأول ما بيطلع على طول باسقيه بالشربات التقيل البارد، اللي بيكون عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مَيّة. بارفعهم على نار متوسطة ولمّا بيغلي الشربات باعصر عليه عصير نُص ليمونة وباعِد بالضبط 10 دقايق وباسيبه يبرد تمامًا، وبيطلع عندي الجلاش تحفة جدًا.